شوارع ذهبية، أروقة تاريخية، هنا البليدة، تلك الوردة الحمراء التي تغنى بها أعمدة الأغنية الشعبية وسحرت العديد من الزوار الذين وجدوا فيها فسيفساء تعكس التراث البليدي العريق. الحايك، الشلقة، القات وأخرى هي لوحات قماشية من أياد تلاعب الفن بإبر وخيوط من حرير. ومن الأزقة الضيقة بمساحتها الواسعة نطل عليكم اليوم لنعرفكم بالألبسة التقليدية التي تزخر بها مدينة البليدة، والتي تستقطب عددا كبيرا من الزوار الذين يأتون من جميع ربوع الوطن سعيا منهم لتلبية متطلباتهم في الأفراح والمناسبات. وبريحة الفل والزهر والياسمين ونسرين المسقى من أعالي جبل سيدي الكبير نأتيكم بعبق الماضي لنعطركم بجمال الحاضر. رانا متواجدين في زنيقة العرايس الموجودة بولاية البليدة باه نعرفوكم أكثر على الألبسة التقليدية اللي تشتهر بها هذه المنطقة العريقة التي وصل رحيق عطرها لكافة ربوع الوطن الجزائري من خلال تلك المنمنمات القماشية التي تعكس التحف التقليدية للأنامل البليدية. وفي طريقنا لبداية الجولة بأزقة باب السبت عن الألبسة التقليدية صادفنا عجوزا ترتدي الحايك، وهو اللباس الذي قل تداوله في أيامنا الأخيرة، فأبينا إلا أن تشاركنا خبرتها عن الألبسة التقليدية عامة والحايك خاصة، فكان ردها: الحيك هذا عنده كش حكاية؟ ما عنده حتى حكاية، واحدة ملحفة بحيك ويا ناس. شحال عندكم في دائرات؟ أنا اللي حجبت عندي 12 سنة داروه لي موالية نخرج به، راني نخرج به، ما بدلته لا بحجاب ولا بخمار ولا قال لك كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. أنا يا حيكي عاجبني، ما عندي بال حتى في اللي بدل ولا اللي خلى، يعني متمسكة بالتقليد واللي بغاك اللي بغا واللي ما بغاش كيف كيف. وجابوها رجال بها ثورة، وجابوا بها كبار نساء كبارات ولدوا رجالهم الله يبارك، وقاع الدنيا كانت ملحفة بالحيك، ودرك جديد حبوه والقديم لا تفرط فيه. وكانت وجهتنا في البداية إلى محل بيع الألبسة التقليدية في باب السبت، وهو محل متنوع من مختلف الألبسة التقليدية التي يعرفها المغرب العربي، والذي شهد إقبالا كبيرا من طرف النسوة خاصة الفتيات المقبلات على الزواج. قابلنا صاحب المحل وأردناه أن يعرفنا بمحله، فكان جوابه: خير خويا. خويا الله يبارك، اللي نشوف المحل تاعك متنوع باللباس التقليدي، واش تقدر تقولنا على المحل تاعك؟ المحل تاعنا نجهزوا العرايس من اللباس التقليدي واللباس المتقدم كما يقولوا تاع هذا الوقت، مي لا ماجوريتي دوكا انا نخدموا لباس تقليدي هو المغربي القفطان ولا الكراكو العاصمي تاعنا تاع زمان، ولا كما يقولوا البرنوس. اونتوليكا حنا الحانوت تاعنا سبيسياليتي تاع العروسه، الحاجه اللي تخص العروسه حنا نجهزوها. عندنا البليده هنايا عندنا 50 سنه حنا نجهزوا في العرايس. العروسه اللي ما تجهزتش في البليده ما راحتش عروسه. يعطيك الصحه. وشنو العروسه كي تجي لهنا وشنو الحاجه اللي تديها اكثر من هذا؟ جينيرال كاع القفطان جينيرال العروسه تحب القفطان، يكون القفطان بيان بيرلي بيان معمر. تحب العروسه تحب يكون عندها كراكو شباب، كراكو هذا العاصمي تاعنا تاع لي زاني 50. تحب يكون عندها نونسومبل شباب، ينوب صواغي شابه، كما يقولوا برنص شباب تخرج به خرجها باباها به. اون جينيرال العروسه تحب تكون شابه، هذه هي العروسه. يعطيك الصحه. صحيح أن الانفتاح على الثقافة ولدت خيارات عديدة، ولكن هذا لا يمنع ريما من التمسك من تقاليد البليدة، فهي تقوم باقتناء ملابس تقليدية لزفافها، فهي متحفظة بعادات وتقاليد البليدة. مساء الخير اختي. مساء النور. اختي راني نشوفك الله يبارك كي لابسه الكراك ولباس تقليدي باين بلي عروسه. وي انا عروسه وجيت لهذا المحل خصيصا باش نجهز منه، باسكو عنده لباس اللي يعكس التراث الجزائري البليدي خاصه. وكما راكي تشوفيني لابسه هذا الكراكو، هو لباس عصري تقليدي بلمسه عصريه. عجبني بزاف هذا المحل والموديلات اللي عنده. يعطيك الصحه.
ونحن نتجول في أزقة هذه المنطقة الساحرة والزاخرة بكل ما يمتع النظر. وقفنا عند محل السيدة نبيلة قادوسي، عاملة خياطة تفننت أناملها البليدية في خياطة أجمل الألبسة التقليدية، فكان لنا معها هذا الحديث. الألبسة دوكا اللي راهي متداولة الألبسة التقليدية، العروسة دركا راهي تلبس الألبسة التقليدية بزاف، ماهيش تلبس العصري، فهمتيني؟ والكراكو راهو تري امبورطون كيما يقولوا. بعد الكراكو التقليدي ولينا الكراكو تاع الجلية، الكراكو تاع زمان، انا نحوس على الشعمة تاع زمان، هذه اللي نقدر. انا نشوفوا المحل تاعك راهو يعني زاخر بالالبسه التقليديه، يعني الكراكو، قفطان، الله يبارك. وكيف يعني عندك هنايا يعني يخدموا معاك؟ لا يعني انت فقط اللي عندي بنات تربصوا على يدي، كثير من البنات والحمد لله يخدموا معانا. ولا تكتمل الألبسة التقليدية للعروس دون القماش بصفته أبرز ما تستعين به في جهازها. لذلك قصدنا محل السيد بن دالي حسين المتواجد بباب السبت ليعرفنا أكثر عن هذه الأقمشة. بون اختي هنايا طون كنبيعوا القماش، الاقمشه اللي راهم يطلبوها الناس يدوموندو بزاف سي بور فا لي تيني تراديسيونيل. صافي دير عندنا لي ساتان، عندنا لي بروكار كيما هادو اللي كتبوا فيهم لي بروكار باش يديروهم ديو، عندنا لي تو طرافاي اوسي باش يديروهم دي توني كارطون، باش يديروهم دي روب دو سواري، باش يديروهم. وراكي عارفه العروسه كيما نقولوا لازم لها جهازها من الدخله حتى وين تبقاو على. وهنا تنتهي رحلتنا من مدينة البليدة وهي مدينة الورود. ولتعرفنا من خلال الجولة اللي قمنا بها في أزقة باب السبت على تنوع الثقافي ليعرفوا لباس التقليدي البليدي خاصة. كما شفتوا شفنا مازال كاين إقبال كبير على اقتناء الألبسة التقليدية، يعني مازال كاين حفاظ على التراث التقليدي.